المدينة المنورة 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة. توفي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خلفا للنبي الكريم، وبعد إجماع من المسلمين بأنه أولى الناس بها تولى أبو بكر الصديق الخلافة. كانت الكثير من القبائل العربية المنتشرة في شبه الجزيرة ارتدت عن الإسلام وامتنعت عن دفع الخراج وإخراج الزكاة بعد وفاة النبي. لذلك كانت أولى خطوات الخليفة إرجاع السيادة على الجزيرة العربية بسلسلة من الحملات المعروفة باسم حروب الردة. وبدأ الفتح الإسلامي في الشرق من خلال غزو العراق. كانت مقاطعة تابعة للإمبراطورية الفارسية الساسانية آنذاك. وعلى الجبهة الغربية غزت جيوش المسلمين الإمبراطورية البيزنطية. توفي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يتولى الخلافة. في مايو لعام 636 أطلق الإمبراطور هرقل حملة كبيرة لاستعادة الأراضي المفقودة، لكنه هزم بشكل حاسم في معركة اليرموك في العام 15 من الهجرة. بعد ذلك عقد أبو عبيدة قائد المسلمين في سوريا مجلس الحرب في أوائل أكتوبر لعام 636 لمناقشة الخطط المستقبلية والأهداف المتنوعة بين مدينتي قياسرية الساحلية والقدس. رأى أبو عبيدة أهمية هذه المدن على حد سواء، والتي قاومت كل محاولات المسلمين في الفتح، فكتب غير قادر على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة إلى الخليفة عمر للحصول على التعليمات. في رده أمر الخليفة لهم لفتح بيت المقدس. وفقا لذلك سار أبو عبيدة من الجابية نحو القدس. بوصول القادة المسلمين إلى القدس انسحبت الحامية البيزنطية إلى المدينة المحصنة. جنود الحامية البيزنطية كانوا قد حصنوا المدينة جيدا، وذلك بعد استعادتها من الفرس. وبعد هزيمة البيزنطيين في اليرموك أصلح بطريرك القدس سفرانيوس دفاعاته جيدا. القوات المسلمة بدأت الحصار خلال شوال في السنة 15 هجريا، وبدلا من الاعتداءات المتواصلة على المدينة قرر المسلمون المضي قدما في الحصار لإنهاك البيزنطيين بنقص الإمدادات حتى يمكن التفاوض على الاستسلام غير الدموي. بعد حصار دام 4 أشهر عرض سفرانيوس استسلام المدينة ودفع الجزية، بشرط أن يحضر خليفة المسلمين بنفسه إلى القدس للتوقيع على اتفاق وقبول الاستسلام. وافق المسلمون على الشرط وأرسلوا بخطاب إلى الخليفة عمر في المدينة. قام عمر بن الخطاب باستشارة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب للذهاب إليهم بنفسه، فأشار عليه عثمان بألا يذهب، وأشار عليه علي بأن يذهب، فأخذ عمر برأي علي بن أبي طالب، وعلى الفور تحرك نحو القدس في ربيع الأول من السنة 16 من الهجرة، ووصل إلى فلسطين. عند وصوله أسوار المدينة أظهر البطريرك سفرانيوس سعادة كبيرة، وأمر بفتح أبواب المدينة المحصنة. تقول المصادر أن بطريرك القدس كان يعرف صفات الرجل الذي سيتسلم مفاتيح المدينة يوما، وحينما رأى عمر سلمه المدينة على الفور. وكتب عمر معاهدة لأهل القدس يؤمنهم فيها على أرواحهم وممتلكاتهم وعقائدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم،
ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين.